في تطور لافت للأحداث، تستمر سلطات النظام العسكري الجزائري في احتجاز بعثة فريق نهضة بركان بمطار الهواري بومدين بالعاصمة الجزائر، وذلك بسبب وجود ملصق خريطة المملكة المغربية على قمصان الفريق. وتصريحات من مسؤول النادي تؤكد أن السلطات قامت بمصادرة أمتعة البعثة. رئيس نادي النهضة البركانية حكيم بن عبد الله رفض الامتثال لأمر السلطات الجزائرية، حيث اشترطت إخفاء الخريطة المغربية بوضع ملصق عليها كشرط لاستلام الأمتعة المحتجزة لدى جمارك المطار. حتى هذه اللحظة لا زالت بعثة نهضة بركان محتجزة في مطار الهواري بومدين، بينما تظل الأمور غير واضحة حول مصير البعثة وما إذا كانت السلطات الجزائرية ستسمح لهم بالمغادرة. يشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف كان قد راسل فريقي نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري بشأن ترتيبات المباراة المقررة بينهما، إلا أن الأحداث الأخيرة قد أثرت على سير هذه الترتيبات.